النسخة من المونديال بلا مجسم كأس العالم كيفاش وإمتى واش طرات أصلا؟ الجواب هو السر الغامض ديال حلقة اليوم. بغيتي تعرف القصة كاملة؟ كمل الفيديو حتى الاخر. ديال الفار بحال اللي ما نهضر فيها على بزاف ديال الاخبار اللي ترند في عالم الكرة، والبداية بالمنتخب المحلي واللي يقدر يخطف بطاقة العبور النصف نهائي الصان بعد ربح صعيب كونتر تنزانيا في دار السلام. الماتش اللي طلب 1-0 من توقيع أسامة المليوي غادي يأهل الأسود لمواجهة المنتخب السنغالي في نصف نهائي البطولة. الماتش كذلك اللي كيدخلوه اللاعبين المغاربة والعين على بلوغ النهائي ولبالا تحقيق اللقب الثالث في تاريخ أسود الأطلس في بطولة الشام. الخبر الثاني في الفقرة ديال الفار اليوم هو حكيمي بالون دور، الهاشتاغ اللي طلع ترند في العالم كامل. الجمهور المغربي داير حملة كبيرة باش أشرف يكون بالون دور الموسم. حكيمي واللي دار موسم استثنائي هذا العام تحقيقه لمجموعة من الألقاب أهمها الشامبيونز ليغ، كيتنافس على البالون دور هذا الموسم مع زميله في الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي. في نظركم واش أشرف حكيمي يستاهل يكون بالون دور هذا الموسم ولا لا؟ خير مواضيع فقرة الفار اليوم عنده ارتباط بالبطولة الوطنية في موسمها الجديد واللي كيعرف عودة الكوكب المراكشي واحد من أعرق الأندية في المغرب. هاد العام غادي نشوفوا فريقين اللي كيلعبوا البطولة لأول مرة بحال يعقوب المنصور واللي جايين من باركور خرافي مع مدربهم الشاب، أولمبيك التسيرة واللي أخيرا حققوا الصعود بعد محاولات كثيرة، الرجاء الرياضي بوجه إداري جديد وانتدابات وازنة، الوداد المتسلحة بآخر مشاركة مونديالية، والجيش بميركاتو محترم، إضافة للماس والحسنية واللي داروا انتدابات كبيرة ممكن تبدل وجه الفرق في الموسم الكروي الجديد. القرعة حطت لنا ماتشات نارية في الجولة الأولى بحال ديربي العاصمة ما بين لافار ويعقوب المنصور، الرجاء والفتح والوداد اللي غادي يواجه الصاعد الكوكب المراكشي. وانتوما كيفاش كتشوفوا المستوى هاد العام في البطولة؟ جمهور يتهز على لاعب من الفريق ديالو قاس الكرة واخا يكون في نص التيران، هذا ماشي مشهد سينمائي وماشي قصة من قصص الكابتن ماجد، هذا واقع معاش في كل مرة كان في دييغو أرماندو مارادونا كيقيس الكرة، والدليل واحد من أعظم الأهداف في تاريخ الجلد المدور. 22 يوليو 1986 المكان مكسيكو سيتي تحديدا ملعب أستيكا. الحدث ربع نهائي كأس العالم واللي كان كيجمع بين المنتخب الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي قدام 115 ألف متفرج. كل شيء كان عادي. دقيقة 55 دييغو أرماندو مارادونا كيقيس الكرة في نص التيران وكيقدر يراوغ رزق الفريق. مارادونا من بعد مراوغته لستة ديال اللاعبين بما فيهم الحارس حط الكرة في الشبكة. هي السيريا في المدرجات، مجهود فردي خرافي من خلاله دييغو أرماندو مارادونا كيعلن على تسجيل واحد من أعظم الأهداف في تاريخ الكرة. وسط الصخب المدرجات والفرحة الهستيرية لدييغو أرماندو مارادونا، المعلق يصرخ بصوت زغور وكيسول: من أي كوكب أنت يا دييغو؟ هدف دييغو أرماندو مارادونا كيبقى واحد من الأهداف التاريخية اللي عمرها غادي تنسى من ذاكرة عشاق الجلد المدور. الهدف اللي خدا لقب هدف القرن سنة 2002 من طرف الفيفا، فعلا هدف أسطوري. المونديال بلا المجسم ديال كاس العالم، هادشي بالضبط اللي كان غادي يطرا لولا تدخل الكلب بيكلز سنة 1966 وعلى بعد 4 شهور من انطلاق نسخة جديدة من كأس العالم. المجسم كيسافر من البرازيل للإنجليز استعدادا لانطلاق البطولة، وفي الوقت اللي البلاد كاملة كانت متحمسة لاستضافة حدث من هذا الحجم، الكأس ما بقاش ليه وجود. كل شيء تقلب، ومع طول وقت البحث واقتراب موعد انطلاق نسخة المونديال السلطات الإنجليزية بدات كتصيف في نسخة جديدة من كأس العالم. بعد مرور أيام وأخيرا جاء الفرج، السارق بان،
لكن الكأس ظلت غائبة نظرا لأنها مشات من شخص لشخص العضو ووصولها لعند الكلب بيكنز. اللي في لمسة عين هو مولاه دافي كوبرت، لقاو راسهم ترند في الصحف العالمية بفضل بيكنز الكلب. الكأس عادت والإنجليز خرجوا أخيرا من فضيحة مدوية بقصة حقيقية بطلها كلب. كنكون وصلنا لنهاية حلقة اكسترا تايم اليوم. إلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش تابوناو، تهلاو.